انا بسأل بس. ممكن الاستاذ سعد تقول له الاول بعد كده هسمعك انت يا مرتضى. احنا في طلبات دلوقتي يا مرتضى. مرتضى احنا في طلبات. احنا في طلبات. اديها للاستاذ سعد. اقعد يا استاذ. اقعد يا استاذ. لو سمحت. لو سمحت طيب هديك 10 دقايق. لقد سبق تقديم طلب بأسماء شهود النفي طلب المتهم من النيابة أن تستمع لشهود النفي، ولكنها طرحت هذا المطلب جانبا. من النيابة ولا قاضي التحقيق؟ قاضي التحقيق. وقرر الدفاع وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم العاشر سماع شهود النفي الذي سبق أن تقدم بهم المتهم بطلب لقاضي التحقيق أثناء جلسات التحقيق. حاجة تانية يا أستاذ سعد؟ ونلتمس من عدالة المحكمة إعلان شهود الإثبات لمناقشتهم أمام عدالة المحكمة. مين؟ لأن العبرة مين؟ نعم؟ مين؟ التي وردت أسماءهم في الأوراق. الذين وردت أسماءهم بالأوراق والتحقيقات. يا أستاذي ما حدش يتكلم لو سمحت. اقعد لو سمحت. اقعد يا أستاذ. اقعد يا أستاذ. اقعد لو سمحت. لو سمحت يا أستاذي. يا أستاذي. احنا بنفتح مجال. أستاذي لو سمحت اقعد. بعد اسمع عليكم. بقول لك لو سمحت اقعد. استاذ مخلص هو بس تلابيب مرتضى معاك طلب معاك معاك اكتب لي مذكرة بطلباتك. نعم. ما تزوقش حد بس. بسم الله يا فندم. الحكم ربنا سبحانه وتعالى. الحكم لله. المحكمة ما بتخوفش حد. المحكمة ما بتخوفش حد. هذا القاضي الذي تم رفضه. يا بعد اذن حضرتك انا ليا طلبات اسمعني ممكن كما تشاء. احنا مش هنحكم دلوقتي، احنا بالنسبة للطلبات. يا فندم الشهود الذين شاهدوا ضدي النيابة العامة بدأت لهم بلاغهم كاذب. لهم البلاغ كاذب. اسمعني يا فندم. عاوز تطلب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اقعد يا استاذ اللي واقف. طلبة اثبات طلباته. واحد يا فندم بطلب صورة رسمية من طلبي الرفض والمخاصمة. صورة رسمية. اقعد يا ابني. ما تقعد يا استاذ. هضطر اقول لك تطلع بره. قلت كم مرة اقعد. اقول لك اتفضل بره. ايوه مرتضى. اولا بس حضرتك بثبت يعني بداية احترامي للقضاء مصر ليس محل كلام. احترم قضاء مصر، لكن انني الان اتحدث عن محقق انحرف بالتحقيق لدرجه انه حقق الان. انت هتترافع ولا هتقول طلباتك؟ طلب الرد والمخاصمه. لولا فضل الله. المقامه من مين ضد مين؟ ارقامهم لو سمحت. شهود الزور في النيابه العامه. ارقام الطلبات ايه؟ ارقام ارقام كام عندك؟ حضرتك هو انا عايز نجيبه عندك الزميل اهو. تعالى يا استاذ. 403 سعادتكم. قول يا استاذ. 403 لسنه 128 و404 128 403 و404 لسنه 128. قول لي الارقام تاني. دعوى المخاصمه رقم 403
لسنة 128 قاف، ودعوى الرد رقم 404 لسنة 128 قاف باسم الأستاذ مرتضى، ودعوى باسم المتهم العاشر. باسم المتهم العاشر مرتضى منصور. ودعوى المخاصمة رقم 419 لسنة 128 قاف، ودعوى الرد رقم هات لي اللي بيخبط على الباب 420. لو سمحت. استنى هاتوا اللي بيخبط على الباب. هاتوا لا استنى لو سمحت. انت اللي بتخبط على الباب يا استاذي؟ ايوه يا ريس. ها؟ ايوه يا ريس. انت مين؟ ياسر سيد احمد المحامي عن بعض المصابين. جيت قلت له ودي طريقه عشان تدخل بيها المحكمه؟ سالت رئيس الحرس اللي بره، قال لي انا لو خبطت هنا انا هتحبس. قلت له ليه؟ قال لي رئيس المحكمه قال ممكن تخشوا من الباب الخلفي من المداوله. قلت له ازاي؟ رد على قد سؤالي. ايوه يا سعاده الرئيس. انا دلوقتي في محامي بيخبط ويقرع على الباب بهذه الطريقه؟ اذا كان هناك منع فانا كنت اربى ان انا الجا للمحكمه. اتفضل استريح عشان اعرف ادخل للمحكمه يا ريس. اتفضل استريح في الاخر خالص كده اقعد علشان هكتب مذكره واحيلك للنيابه العامه. اتفضل سعاده الرئيس انا تحت امر المحكمه. اتفضل هات كارنيهك بقى لو سمحت. طب انا سعادتك كارنيه تحت امر سعادتك، بس اثبت حضوري بتوكيلي. اديني كارنيهك. احضر التوكيلات بتاعتي. اتفضل يا ريس. اتفضل استريح بقى. طب اثبت حضوري بعد اذنك. لا ما نثبتش حضورك. اتفضل استريح. طب نثبت في محضر الجلسه كده سعادتك. اتفضل يا استاذ استريح. ايوه ما انا هستريح يا ريس. استريح. نستريح حاضر.